يلا بينا نحل كم ملاحظة كده مهمين قوي قوي بقى بتاعت. بس في الأول حابب أشكر مؤسسة الراقي على الهدية الجميلة دي. شكرا جدا جدا جدا، شكرا جدا. المهم قبل ما نحل السؤالين دول، لما يبقى عندك رسم زي ده، رسم زي كده، ويقول لك كل التغير اللي حادث فيه، ركز. والله التغير طالما حدث في منحنى واحد ومنحنى واحد، غالبا بيكون التغير هنا بسبب التركيز. تمام؟ فانت لو لقيت رسمه زي كده، يعني كان ماشي كويس التفاعل وراح زاد مره واحده وبعد كده قل حاجه بسيطه، الزياده هنا دي معناها اضافه حاجه. انا لما بضيف حاجه كده ابقى انا زودت تركيز حاجه، سواء في المتفاعلات او في النواتج. فخلي بالك منها الرسمه دي عشان مهم. طب لو لقيتها العكس بقى كده، يبقى سحب، يبقى انا سحبت حاجه. تمام؟ يعني قللت تركيز حاجه، سواء في المتفاعلات او في النواتج. خلي بالك الرسمتين دول مهمين قوي 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 قوي. عكس درجه الحراره، درجه الحراره المنحنى بتاعها بيكون متدرج، لكن دي بيقل مره واحده او بيزيد مره واحده وبعد كده بيقل حاجه بسيطه. طب يلا نشوف المثال. اول مثال بيقول لك ايه؟ ما التغير الحادث عند نقص حجم الوعاء؟ بص، هو هنا تكلم معاك عن حجم وعاء، يبقى انت هنا هتتكلم على طول عن ضغط. تمام؟ فاحنا هنرسم الرسمه معاها بالمره. ماشي. نقص حجم الوعاء، نقص الحجم. افهمك، ادي الاسفنجه في ايدي، اسفنجه بيقول لك نقص حجمها، يعني حجمها بيقل. طب ما انا بقلل الحجم بزود الضغط ومعايا، يعني وانا لما اقلل كده انا كاني بزود ضغط. السفنجه في ايدي قلل حجمها كاني بضغط عليها، يبقى نقص الحجم اللي هو زياده الضغط. يبقى هنا دلوقتي بيتكلم عن مين؟ عن زياده الضغط. طيب هنا واحد، هنا اتنين. الضغط بشوفه هينفع معايا في المسألة ولا لا عن طريق العامل. اوعى تكون مش عارف مين العامل، اللي هو عدد المولات بتاع المعادلة. هنا مفيش حاجة يبقى واحد، انما هنا اتنين. هنا عدد المولات قليل، هنا كتير. يبقى زيادة الضغط هتمشي في الاتجاه اللي فيه عدد مولات قليل، يبقى التفاعل بتاعي يمشي كده، هيمشي عكس. طيب كويس، هيمشي كده. يعني عايز تقول ايه؟ يعني عايز اقول لك هو هيضيف زياده من ده، هيضيف زياده من ده، فهتحصل لده زياده برضه. طب يلا نرسمها. ركز معايا بالله عليك، ركز. مش عارف باين عندك ولا لا عشان الجو. بص كده، هو ادي المنحنى الاول اهو، وادي التاني اهو. هنكتب لك علامه عشان ما تتوهش اهو. هنا انه نكتب بالمعاملات اهو. طيب ركز بقى بالله عليك، احنا قلنا التفاعل يمشي كده، ماشي، يعني في زياده من ده. خلاص يا عم، انت حطيت زياده من ده اهو، حط زياده الراجل وهيجيل، بس هيجيل حاجه بسيطه، حاجه بسيطه قوي. تمام؟ طيب ما هو زاد، الزياده اللي زادها دي انا عايز اشيلها منه، فلازم اروح هنا اخد الزياده دي احطها هنا. تمام؟ طيب ده هيحصل له ايه؟ لا، ده مش هيزيد كده مره واحده، لا، ده هيزيد على طول، لان ده ما زادش فيه التركيز على طول. انما شايف ده زاد مره واحده وبعد كده بدا يقل تاني، انما ده لا، ده هيزيد واحده واحده. بص هتلاقي الرسمه بتاعتك كده اهو، ده عامله كده اهو. في فرق بين الرسمتين،
ده زاد نتيجة الزيادة اللي جات له، نتيجة الزيادة اللي جات له. إنما ده تركيزه زاد مرة واحدة، تركيزه زاد مرة واحدة. تمام؟ فدي الرسمة، دي الرسمة بتاع المسألة الأولى. تمام؟ طيب خليها، تعال نشوف المسألة الثانية. بيقول لك هنا SO2 عطانا على غاز الأكسجين، راح مدينا ثالث أكسيد الكبريت مع الطاقة. ماشي. عايز يعرف التغير الحادث عند T1 هنا، يعني التغير اللي حدث هنا. ايه التغير ده؟ وانا على الرسم ومديك كل حاجه على الرسم. بص بقى، والله واضح كده من المعادله، واضح كده. لو هنبص هنا على ضغط، هنا 3 وهنا 2، فتلقائي التفاعل يمشي كده. ده من الضغط اللي التفاعل يمشي فيه. ماشي. طب عايز اتاكد من على الرسم برضه، بص كده معايا. لو بصيت على الاكسجين هتلاقيه حصل فيه زياده مستقيمه مره واحده. معنى كده ان هو زود تركيز الاكسجين، ضاف اكسجين تاني، فراح زاد مره واحده، والزياده اللي زادها دي هيبدا يقل اهو، زاد وبدا يقل اهو. وده دليل ان التفاعل ماشي كده، لان الاكسجين في المتفاعلات تفاعل ماشي طردي. طيب طب انا لما مشيت كده، والله انا كده حصل عندي زياده من ده وده باين على الرسم، يبقى ده SO2 لازم يقل، لازم يقل اهو. بص على SO2 جنة. طب هنا في SO3 هتحصل زياده. طب جايه منين؟ جايه من زياده التركيز بتاع الاكسجين. مش زودت اكسجين، التفاعل يمشي في اتجاه طردي، يبقى انا عايز اقلل الزياده اللي زودتها دي، فهمشي كده، فده هياخد الزياده فهيزيد تلقائها كده. فهمت الرسمه؟ فهمت الرسمه؟ فرق بين الزياده وبين زياده التركيز. ده زياده بسبب ان في تركيز زاد، فالزياده دي طبقا لقاعده لوشاتيليه انا عايز احوشها عشان اوصل لحاله الاتزان، صح ولا لا؟ فخلاص احنا هنمشي في الاتجاه اللي يلغي هذا المؤثر. انا زودت التركيز يعني ضفت حاجه، فالمنحنى خد مستقيم وراح قل تاني اهو. بص الاكسجين زاد مره واحده وقل تاني على طول، بس هيقل حاجه بسيطه، مش هيقل يرجع يمشي على الاقل من الاول، لا طبعا، عشان المنحنيات دي بتلخبط الطلبه، والله سهله. فانا زي ما قلت لك، اول ما تلاقي زياده مره واحده كده، دي يعني زياده حاجه شرب كده، ده على طول معناها زياده التركيز اهو. كان ماشي كده وزاد مره واحده يبدا يقل اهو. طب لو كان ماشي مظبوط وراح قل برضه مره واحده كده، دي معناها سحب حاجه، قلل التركيز حاجه. اوعى تنسى المعلومتين دول. الزياده مره واحده زياده تركيز، السحب ده معناها قلل تركيز حاجه. الرسمتين دول مهمين قوي قوي قوي. بص الزياده جت مره واحده يعني زود تركيز حاجه، كانت حاده هنا الزياده. طب هنا سحب حاجه على طول، قلل تركيزها كتير كمان، فالنقص نقص حد برضه. ولما بيزيد زياده تبقى اقل من لما كان على في الاول. تمام؟